السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم الفراخ المشوية بالتتبيلة بتاعتها، والمكونات بتاعتها قدامكم زي ما انتم شايفين. دي معلقة كبيرة توابل فراخ، حوالي أربع معالق صلصة، معلقة عسل، كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة كركم. ودي توابل الكمون وفلفل أسمر، ونص معلقة صغيرة قرفة، والملح بتاعنا. وده الليمون اللي احنا كنا مخزنينه، طلعت مكعبين وسبتهم لما فكوا. وطبعا ده كيس حراري بيساعد على التسوية. ودي الفراخ بتاعتنا. طبعا احنا هنمسك الاول الفراخ بتاعتنا، هنمسك قطعة قطعة، وبالسكينة نيجي من جنب العظم كده، وهنبتدي ان احنا نعمل فتحات عشان التسوية تستوي معانا كويس. الطريقة دي طبعا دي طريقة يعني هتلاقوها ان هي مختلفة شوية. في ناس بتحط لها زبادي، في ناس بتحط لها دبس رمان بديل العسل. انا حطيت طبعا معلقة عسل اسمر بديل دبس الرمان. طبعا احنا خلصنا الكمية بتاعتنا كلها بعد ما فتحنا كده من جنب العظم، وهنبتدي ان احنا نضيف عصير الليمون، حوالي ليمونتين بنضيفهم على الفراخ بتاعتنا. وهنبتدي نضيف المكونات حاجة حاجة. دي التوابل بتاعتنا اللي هي الكمون والفلفل الأسمر والملح والقرفة. دي معلقة العسل الأسمر. ممكن لو في دبس رمان نضيف معلقة دبس رمان. العسل الأسمر بيدي طعم جميل برضو ومتوفر لو مفيش دبس الرمان. دي هنضيف الكزبرة، معلقة كبيرة كزبرة، البابريكا، معلقة كبيرة بابريكا، توابل الفراخ، معلقة كركم، حوالي يعني معلقة صغيرة، مش عايزين كركم كتير. دي الصلصة بتاعتنا، دي صلصة مسبكة من اللي احنا كنا مفرزينها معاكم في الفيديو بتاع تفريز الطماطم. طبعا انا طلعت منها واخدت الكمية دي. يلا يا جماعة بقى الاشتراك الجميل بتاعنا. حطينا المكونات بتاعتنا كلها في مكونين، مكونات تانية اللي هو الثوم البودر والبصل البودر من كل حاجة معلقة، والزعتر. التلات مكونات دي احنا كنا ناسينهم وهنضيفهم للتتبيلة بتاعتنا. الزعتر بيدي طعم جميل جدا للفراخ المشوية. ودي معلقة خل كبيرة. وهنبتدي بعد ما خلصنا ان احنا هنحاول ان احنا ندخل المكونات دي في الفراخ وفي الفتحات اللي احنا فتحناها. هنتبلها كويس قطعة قطعة. لازم نخلي المكون يدخل في الفتحات عشان يوصل لكل حتة في حتة الفرخة بتاعتنا. طبعا انا ما شويتهاش قطع سليمة. دي التتبيلة بتاعتنا بعد ما خلصناها. انا مقطعاها كده كما نبات، بحيث ان انا ايه هشويها في كيس الحراري. خلصت التتبيلة بتاعتي، وابتدي ان احطها في حاجة اصغر شوية، وافضي الفراخ كلها وباقي التتبيلة فوقها. هنفضي باقي التتبيلة فوقها زي ما انتوا شايفين كده. هي بصراحة بتبقى طعمها يجنن، حاجة مختلفة شوية وسهلة يعني. لا شوي في الفرن ولا الكلام اللي انتوا شايفينه ده خالص. كده خلصنا الكمية. وهنجيب الكيس الحراري. الكيس الحراري ده بيساعد في التسوية. يعني احنا لو معانا فراخ كبيرة وحطيناها فيه ما بتاخدش تسوية كتير. طبعا هنبتدي نضيف القطع بتاعتنا بعد ما تبلناها. هنجيب صينية نفتح الكيس الحراري فيها، وهنبدأ ان احنا نضيف القطع على الوش اللي فيه الجلد بتاع الفراخ، عشان هتشوفوا بعد كده احنا هنعمل فيها ايه.
هنرصها طبعا رصة، وهنعمل حساب ان هي هتتشوق على نفس الرصة دي. كده خلصنا الكمية بتاعتنا كلها، وهنبتدي نقفل بالقفل اللي هو بيبقى جاي مع الاكياس. نلم الاطراف ونقفل كويس، وهنيجي على عين البوتاجاز من فوق، وهنحط الصينية بتاعتنا بعد ما ربطنا الكيس بتاعنا كده، وهنبتدي نعمل فتحات بالشوكة في الكيس نفسه. ليه بقى؟ لان الكيس لو ما تعملوش فتحات كده وهو بيغلي والفراخ بتغلي فيه هيتنفخ معانا زي ما هتشوفوا دلوقتي. لما بيتنفخ بيطلع البخار من الفتحات دي. كده احنا حطيناه على النار من فوق مش في الفرن. دي اسرع طريقة واضمن طريقة لتسوية الفراخ المشوية. شايفين الكيس اتنفخ معانا ازاي؟ بس فيه فتحات فبننفس معاه بيطلع البخار. شايفين البخار بيطلع من الاكياس، الفراخ من جوه بتغلي ازاي. طبعا التتبيله دي احنا بنسيب الفراخ في التتبيله حوالي 5 ساعات. يعني ممكن لو من الليل مثلا عملنا التتبيله بتاعتنا سيبناها في التلاجة، او لو عملناها في النهار لو مستعجلين مش مشكله ساعه 2 كده الفراخ بتاعتنا استوت معانا. ما كملتش اقل من نص ساعه بتكون مستويه. بنبتدي ان احنا نفتح الكيس بتاعنا. قطعنا الكيس كده من الوش بالسكينه، وهنبتدي نشيل الزيادات اللي في الكيس، عشان احنا عايزين قطع الفراخ بتاعتنا كلها تكون باينة، مفيش حاجة متغطية. فاحنا دلوقتي بنشيل الكيس من عليها، ونبتدي ان احنا هنقطعه بالسكينة الوش بتاع الكيس نهائي. الفراخ بقت مستوية معانا وشكلها جميل كده، نشفت خالص معانا. وهنبتدي نعمل هنحطها تحت الشواية في الفرن بتاع البوتاجاز. بنرش عليها الاول حبة زيت زيتون على الوش كده. زيت الزيتون بيديها طعم جميل، وفي نفس الوقت عشان تدينا اللون الفراخ المشوية في الفرن. انا ضفت كمية على وشها. خلصنا كده، وزي ما شفت انا شلت الكيس نهائي من على الوش. طبعا باقي الكيس تحته لان مش هينفع ان انا اشيله من على من تحته. هندخله الفرن تحت الشواية، وهنقفل عليه بس ناخد بالنا لانه بياخد لون بسرعة. وده الشكل بتاعها بعد ما اتشوت، بس دي مش التكة النهائية. ده الشكل شكل الشوي بتاعنا. هنبتدي ان احنا نحط قطعة فحم على النار، وهنجيب قشرة بصلة، والفحمة بتاعتنا بتولع على النار. طبعا الفحمة هنسيبها لحد ما تولع. بعد ما تولع الفحمة بتاعتنا بنجيبها بنحطها على قشرة البصلة، وبنجيب حوالي معلقة زيت، وبنطفي الفحمة بتاعتنا بيها، وهنغطي على طول بغطا ونتقل عليه. غطا يكون محكوم علشان الفحم، ريحة الفحم احنا طبعا عايزين نديها طعم الفحم كأننا شوينها على الفحم. بعت لكم الطريقة تانية اهو. التكة دي عشان تدينا طعم الفحم بنضيف قطعة الفحم، وبنضيف عليها معلقة زيت على قشرة البصل الخارجية. هطلع معانا دخنة جامدة، بس هنغطي الدخنة بتاع الفحم بتدينا طعم وريحة الفراخ المشوية على الفحم. وهنغطي كويس كده وهنسيبها، وبعدين بنسيبها حوالي 10 دقايق، وده بيكون الشكل النهائي. بتبقى قطعة من الفراخ اللي احنا جايبينها من بره، وحاجة مضمونة ونضيفة وعاملينها في البيت. شايفين شكلها يجنن ازاي؟ ده الشكل النهائي، وبألف هنا.